تعالوا خلينا نحلل المشكلة اللي صارت داخل لايف نور قصي. بما انه انا محلل راح ادير لكم كل احلل لكم اياها كانما المباريات، راح احلل لكم اياها. اوكي يا اخوان، خلينا نشوف الفيديو وبعدها نبدي بالتحليل بالتحذير الواحد. التحذير الواحد بالحرف الواحد. من هو النور؟ ما اعرف ايش فيهم، كلش قاسين اليوم. يا ثواني بس. لا والله اوزع مبالغ. قاعدين بخلها. اوكي، بليز تعالوا عندي، الكومنت عندي كلش نايس. اوكي تعالوا عندي شوف الكومنت. زينب يس زينب شنو؟ منصور ما فهمت شنو؟ اكو ايش صار؟ زينب بس لا يا اخوان، مثل ما شفتوا شو الموضوع اللي صار داخل هذا اللايف. اللي نور بدأت اول شيء انطق. شوف يا اخوان، مبدئيا انه نور محذرينها اهلها او اخوانها من هذا الشخص اللي هو اخو زينب مرت منصور. اوكي قال لها انه هذا الشخص لصق فيها نهائيا، لان حاسين انه هم ما يردون يوقعون نفس الوقعه اللي وقعوها مع سجاد سلمان. فلاحظوا انه اختهم دا يصمموا لها تصميمات مع هذا الشخص، فاجوها وقالوا لها هذا الشخص ممنوع الصيدليات وكذا كيت وكذا كيت وكذا كيت. اوكي درسوها، قالوا هذا الشخص مستحيل الصيدليات. فتمت الموافقه من قبل نور قصي، لكن اجى يوم وفتحوا لايف وصعدوا نور مع هذا الشخص وزينب وياهم شخص رابع. اوكي هنا بدايه اللايف سلمت نور والامر طبيعي وما في اي شيء نهائي. لكن بعد دقيقه او دقيقتين اخوها شافها فاتحه لايف، ففتح الباب عليها وقال لها سد اللايف. قالت له ما سد اللايف، انت ما عليك. هي مطيع كتم، لكن مبينه من كلمات اللي تنطقها حالكها تمام انت ما عليك، لا تتدخل، وانت شاليك، امشي اطلع برا، امشي روح. لكن استفزت اخوها بكلام بعد ما قربت الشاشه على وجهها. استفزت اخوها بكلام جدا غير منطقي. هنا اخوه من خوفه على اخته اجى. هو شوف، اكو البعض يقولون ضربها، اكو البعض يقولون قتلها، اكو البعض يقولون سوى كذا وسوى كذا يا اخوان هذه كلها اشاعات، ماكو اي شيء نهائيا. اخو نور ما ضارب نور قصي نهائيا. تدرون ليش؟ لان هو لو ضاربها كان من بدايه المشوار ما خلاها تنتشر وتطلع وجهها وباللايفات وتصعد وياها. لو كان ضاربها يعني من اجى من تالي عقبك، لا يا اخوان استهزوا بالرحمن، وهذه الامور كلها بطيئه، هذه الامور كلها سهله، كلها بالدين وبالاسلام كله ينحل. اوكي فانتم جماعه الكلاب اللي تنقون من خلف الكومنت، قتلها، ضربها، كسرها، موتها، يا اخي وش فيكم؟ هذه الكلام كله ما له داعي نهائيا. اوكي فالموضوع كله جوابي انه هو جاها قال لها طلعوا برا سد اللايف، حكوها بأدب. لكن نور ما رضت بهذا الموضوع، فقرر انه هو يجي يسد اللايف، لا اكثر ولا اقل. والله العظيم، والله وبالله وعزة الله وجلالة الله انه هو يجي يسد اللايف، لا اكثر ولا اقل. انا مو دافع الحلال لا يصير طوط بالموضوع. اوكي فنور قالت له وخر من الكاميرا، سحبت الجهاز واخرت الجهاز ومدري شنو، فطاحت الكاميرا. فاخذ اخته وطلعها برا الغرفه. ورا لحظات بسيطه طلع هو باللايف بنفسيته. على ما اعتقد حسب الفيديو اللي شفته انه هو صعد مع مرتضى الكرم. قلت انه مو خوش ولد ولا زينب، كلهم على راسي ومتربين، وزينب جت بغداد تطلع هي ونور، حتى باتوا الفندق وسيارتهم خوش. زينب من اروع النساء، الله شاهد. كذلك زوجها والله يحفظها ويستر عليها يا رب، هي واخوها رضاوي. بس اني اعرف شيء وانت تعرف شيء وخلاص. بيها شيء؟ لا ما بيها. مو قلت لك انا وتباها، قلت لك مرتضى مجتمعنا ما يرحم. اوكي
يعني اثرت فيك تعليقات ضجت من التعليقات ما صرت؟ مو بس تعليقات، لا والله مو بس تعليقات، هواي وهاي امور. انا تاثرت، انا كشاب متاثر. ليش كذب عليك؟ هاي يعني شو اسمه، احنا اهم شيء انه يكون الخير بينكم، نصير طرف خير مثل ما يقول، شيء اكيد يا اختي. وتنحل هاي المشاكل كلها. وانت اخوها ما يحق ان نحكي كلمه بعد. بس انا إنه- قصدي انه لا ياثر بيك التعليقات السلبيه او ياثر بيك في شيء معين، انت تعرف. مرتضى حبيبي، ناس مرات ما ترحم بالكلام، هسه انا مرات والله اكون طبيعي. قال لنا ان احنا ناس عشائر، فهذا الشخص انه احنا ما نريد نصعد ويا اختنا. ديكور ضر، هذا كليته قرار يا اخوان، هذا كليته كلامه ما بي بس هذه. فانتم جماعه الكومنتات اللي تكتمون اللي تكتبون من خلف الشاشه استهدوا بالرحمن، هذه بنت مو ولد، فعادي ولا ضرب اخوها، عادي ولا يا ايش فيكم انتم، عادي ولا ضرب اخوها، انتم ليش ضايجين؟ كسرها، موتها، ذبح. لا اخ والله العظيم هذا الكلام كله ما داعي. يعني انت لو مركز بحياه نور، يعني لو انت مركز مثل ما مركز بحياه نور، كان انت عندك قناه بالتيك توك وبها اكثر من 1,000,000 متابع، اذا انت هيك نادر وتحفظ الحركات والبركات واللوكاليزات كليتها، كان عندك اكثر من 1,000,000 متابع. فكل شخص يحفظ نفسه بنفسه ويتابع نفسه كل زين وما له علاقه بالاخرين. وبس اتمنى انه استمتعتم بالفيديو البسيط اللي قدمته لكم. انا جدا اسف على القطعه، ما جاي افتح لكم لايفات، ما انشر لكم بوستات، ما انشر فيديوهات قصيره، لسبب انه انا اشتغل من الساعه 5 الصبح لحد 5 العصر ل 6 العصر وارجع البيت، ارجع تعبان ومكسور ظهري، فبين ما اصلي بين ما مدري شنو اروح للاسواق اجي صارت بالعاشرة الفراس وانام عقد الصبح كذلك لمده ما اعرف كيف، لحد ما الله يرزقنا وتطور القناه ويصير بها مشاهدات ويصير بها ارباح، بعدها نستمر فقط باليوتيوب. اوكي اتمنى انه استمتعتم بالفيديو البسيط اللي قدمته لكم. كلكم الرئيس مشاهده ممتعه، لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات لان كلش ضروري حتى ندخل 100,000 مشترك ونجيب درع اليوتيوب ونخلص. احبكم هواي، سيو.